السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي وصفات سارة للطبخ. ان شاء الله تكونوا الكامل لاباس وبصحة جيدة. جيتكم اليوم بوصفة الكريب بذوق الشوكولا. شكون فينا ما يحبوش الكريب؟ يحبوهم الكبار والصغار، وخاصة اذا جربتيهم بهاد الوصفة اللي راح تكون ناجحة من اول تجربة وبمقادير مضبوطة. راح تحضري لد الكريب وراح يموتوا عليهم ولادك ويقعدوا يقولوا لك حضريهم لنا ديما. نتعرفوا مع بعضنا المقادير وطريقة التحضير خطوة بخطوة. المقادير اللي نحتاجوها 3 بيضات، كاس ونص حليب، 2 ملاعق كبار ونص تاع السكر، وكاس تاع الفارينة، 2 ملاعق كبار تاع الكاكاو، لافاني، كيس تاع لافاني، و3 ملاعق كبار تاع الزيت. وللتزيين تزيين يكون اختياري، عندي لهنا الفريز 3 حبات فقط، الجوز والبنان، وعندي الشوكولاتة تاع اوبتيلا. نبداو مع بعضنا في الوصفة. اولا حطيت 3 بيضات ونضيف لهم 2 ملاعق كبار ونصف تاع السكر. اللي يحب يزيد يكمل 3 ملاعق قد يدبر راسو. ترجع ليه الحلاوه كما يحب. نضيف لهنا كيس تاع لافاني ونخلط هاد المكونات جيدا حتى يمتزج السكر مع البيض. ومن بعد نضيف كاس ونص تاع الحليب ونخلطوه جيدا. كل ما نضيفه يعني حاجه نخلطه. هنا ضفت ملعقه صغيره تاع شوكولا الطلي، راح تزيد في البنه. كذلك جبت 2 ملاعق كبار تاع الكاكاو البني، ولازم يكون نوعية جيدة باش يعطيكم بنة الكريب تاعكم. نغربلو الكاكاو كما راكم تشوفوا ونخلطوه مع باقي المكونات حتى يمتزج جيدا هكذا. من بعد نجيبو كاس تاع الفارينة وهي كذلك نغربلوها، والفارينة تكون يعني بنفس الكاس اللي كيلنا به الحليب. ضفت لهنا رشة تاع الملح ونخلطو جيدا. شوفوا معايا الكريب راهم ساهلين، طريقة التحضير تاعهم سهلة. تبعوا فقط الطريقة راح تتحصلوا على يعني الكريب يجيكم هايلين. في الاخير نضيف 3 ملاعق كبار تاع الزيت ونخلطوهم جيدا. من بعد شوفوا واش راح ندير في الاخير. راح نصفي الخليط تاعنا، يعني جبت صحن خلاف وراح نصفي الخليط تاعنا هكا باش لكان كش ما بقاو حبيبات تاع الفارينة ولا الكاكاو نتخلصوا منهم ويكون الخليط تاعنا صافي. تحبوا تخليو لي كريب تاعكم يرتاحوا 5 دقائق 10 دقائق وتبداو تطيبوهم. انا بديت نطيبهم طول، جبت مقله، يعني الا كان عاد المقله تاعكم ما تلصقش ابداو طيبوا طول. لكن عاد تسخافوا تلصق دهنوها بشويه زبده، حطيتها تسخن وحطيت لي كريب كما شفتوا الطريقه، يعني الصوره تعبر عن نفسها ويتنحاو معاي بكل سهوله. ومن بعد كي يطيبوا على الجهتين نطويهم هكذا ونحط الشوكولا تاع اوبتيلا كما راكم تشوفوا. لهنا يعني الحشو ولا التزيين يبقى اختياري حسب الموجود عندك. انا حطيت شوكولا وزدت ضفت لهنا الموز وغلقتهم بهذه الطريقه كما راكم تلاحظوا، وخليتهم لهنا يزيدوا يطيبوا شويه. ومن بعد نحيهم. ندير معكم واحده خلاف كما راكم تلاحظوا. شوفوا كي تشوفوا الجناب تاعها هكا طلعوه شويه وتبدل اللون تاعهم، تقلبوها للجهه الثانيه مباشره. من بعد كي طيب في الجهة الثانية تطويوها هكذا وتكملوا المرحلة تاعكم. تحطوا لها الشوكولا الطلي هكذا. لهنا حطيت شوية فريز وحطيت الموز وشوية جوز لهنا فتتو يعني وغلقتهم هكذا. كي نكمل كامل الكميه نجيو نزينو لي كريب تاعنا كيما راكم تلاحظوا بالشوكولا الطلي اللي كنت ذوبتها وحطيتها في كيس، ونجي ندير بها خطوط وزينتها من فوق بالفخاز والجوز والبنان.
هادو هما لي كخاب تاعنا، صدقوني جاو بنا روعة ما شاء الله، وملاح يتكلوا يعني، هما جدد في البلاصة. وهذه الكمية اللي تحصلت عليها. إذا عجبكم الفيديو ما تنساوش ترك لايك، اشتراك، تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.